بص بقى الرجل بترفع وبتعمل التحام مع لاعبي النادي الاهلي. طيب هنا مستوى الرجل هو المستوى ده. طب اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعبي النادي الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا هتلاقي لعيب فاركو بيشد لعيب النادي الاهلي من التيشيرت زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طبعا هنا التيشيرت واضح، لعبه زي ديت الطبيعي ان بيتحسب هنا هو فاول على لعيب فاركو وبياخد انذار علشان بيستخدم اليد وبيشد التيشيرت. لكن الاغرب بقى ان اللعبه دي ما اتحسبش فيها اي حاجه. طبعا اللعبه دي قريبه جدا من حكم الرايه، حتى لو الحكم ما شافهاش حكم الساحه كان لازم حكم الرايه يشاور ويقول له ان في هنا فاول. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا كانت لعيبه الاهلي بتطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هتلاقي الكوره يعني هي ما تعدتش واحنا جبناها كده اهو اقرب حاجه، الاوضح ان هي ما جاتش في ايد لعيب فاركو، فالاقرب ان هي مش ضربه جزاء. نروح للحاله اللي بعديها وهو الهدف الاول لفريق النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي طبعا ما فيش اي تسلل، ده اللاعب اللي انا معلم عليه اللي هتروح له الكوره. طبعا هنا هو ما فيش تسلل ولعيب فاركو مغطيه. نروح للحاله اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي. نشوف مع بعض حاجه مهمه جدا في الهدف دوت. هنا هتلاقي لحظه لعب الكوره الاثنين لعيبه على خط واحد زي ما احنا شايفين مع بعض، الاثنين لعيبه لعيب النادي الاهلي ولعيب فاركو الاثنين على خط واحد. هنا بقى ان الفار يلغي الهدف دوت يعني قرار غريب جدا، يعني زي ما احنا شايفين مع بعض هنا الاثنين على خط واحد، حتى يعني الخط بتاع الفار بص على الخط الازرق الاثنين لامسين الخط الازرق. لغى بقى الهدف بناء على ايه؟ يعني حاجه غريبه جدا ما بتحصلش الا عندنا، يعني ان انت بقى تعمل خطين، خط احمر وخط ازرق. اولا الخط الاحمر ده مش مبين اي حاجه، الخط الازرق مبين ان الاثنين على نفس الخط الازرق. فهنا بقى حكم الفار طبعا لغى الهدف وهو هدف مؤكد وهدف صحيح للنادي الاهلي. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول لصالح النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لعيب فاركو مع لاعب النادي الاهلي، وطبعا هنا الحكم حسب فاول واداله انذار، وهنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، بص اللقطه ديت هنا هتلاقي لعيب فاركو هو اللي لعب الكره اللي انا معلم عليه دوت. بص بقى حارس المرمى مكمل مع لعيب النادي الاهلي وعمل معاه التحام، الكره دي برده ما اتعادتش. غريبه قوي، يعني كره زي ديت لعيبه النادي الاهلي بتطلب بضربه جزاء ما بتتعادش، ما اعرفش ليه ما بتتعادش. هنا التحام بقوه من حارس المرمى مع لعيب النادي الاهلي، وطبعا الحكم ما راجعش الفار، وهنا اللعبه ما اتحسبش فيها اي حاجه. نروح للحاله اللي بعديها وهنا برده كان لعيب النادي الاهلي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام من لعيب فاركو، انا معلم على رجليه وهي على الارض. بص بقى الرجل بترفع وبتعمل التحام مع لعيب النادي الاهلي. طيب هنا مستوى الرجل هو المستوى ده؟ طبعا لا، هنا طبعا مستوى الرجل على الارض وبعد كده رفعها وعمل الالتحام. فين بقى الفار وفين الحكم؟ مفيش ولا فار ولا حكم، واللعبه ما اتحسبش فيها اي حاجه.